نعم، بالتأكيد حركة حماس حريصة على إنجاح مسار المفاوضات لوقف حرب الإبادة على شعبنا وأهلنا بقطاع غزة وإغاثة شعبنا وإعادة الإعمار. وهذه الخطوة بتقديري تأتي من أيضا الخطوات وحسن النية لدى حركة حماس وبادرة حسن النية لدى حركة حماس في تعجيل وتسريع وإنجاح مسار المفاوضات. بالتأكيد هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية والعشائر الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني وقادة المجتمع الفلسطيني وكذلك مع الوسطاء. نعم، دلالات هذا التوقيت أنه الاحتلال الإسرائيلي يحاول يعني اتهام المقاومة الفلسطينية وحركة حماس بتعطيل مسار المفاوضات، بالرغم أنها التزمت في استحقاقات المرحلة الأولى، والاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى ولا يريد الانتقال للمرحلة الثانية. هو يريد أن يصور أنه المقاومة ترفض هذا الاتفاق من خلال وضع العراقيل والعوائق، وخاصة رفض الدخول للجنة إدارة قطاع غزة، اللجنة الإدارية. لذلك حركة حماس اليوم قامت بهذه المبادرة كتطبيق عملي وإجراء عملي لإنجاح مسار المرحلة الثانية ولإحراج الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا لأن يكون الوسطاء لهم دور في الضغط على الإدارة الأمريكية في إلزام الاحتلال الإسرائيلي باستحقاقات المرحلة الأولى واستحقاقات المرحلة الثانية. وكذلك الأهم في المرحلة الثانية هو سماح الاحتلال الإسرائيلي بدخول اللجنة الإدارية لممارسة عملها في قطاع غزة. طبعا موضوع محاولة إسرائيل تعطيل هذا المسار هذا يعتمد بتقديري بشكل أساسي على إرادة الوسطاء. إن كان للوسطاء دور حقيقي في إقناع الإدارة الأمريكية وخاصة الرئيس الأمريكي في أهمية هذه الخطوة وبضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي، وأن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس التزمت باستحقاقات المرحلة الأولى بشكل كامل، وكذلك المرحلة الثانية أيضا هي تقدم خطوة قدمتها قبل ذلك باستعدادها اللفظي وبالتصريحات، واليوم تقدمها بشكل مباشر. هذا يعتمد بتقديري على دور الوسطاء في ممارسة الدور الحقيقي واستخدام أوراق القوة العربية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باستحقاقات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وبالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي سيبذل كل جهد ممكن من أجل محاولة إقناع الإدارة الأمريكية بأنه لا أهمية لهذه الخطوة، وبأنه محاولة رمي الكرة الآن في ملعب المقاومة الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي أراد أن تكون المفاوضات مسارها مسار عسكري وموضوع سلاح، المقاومة الفلسطينية أرادت أن يكون المسار مسار سياسي وإغاثة شعبنا الفلسطيني ورمي الكرة في الملعب الإسرائيلي وإحراج الاحتلال الإسرائيلي. لذلك بالتأكيد الاحتلال سيحاول، وهنا أنا بتقديري هذا يعتمد على دور الوسطاء ومدى تكون هناك إرادة حقيقية لإنجاح هذا المسار. طبعا بالتأكيد الفصائل الفلسطينية وحركة حماس تنظر إلى مستقبل غزة بأنه يكون هناك انفراجة ويكون إعادة إعمار وإغاثة ومحاولة أن يكون هناك تكاتف ووحدة عربية وإسلامية في إنقاذ شعبنا الفلسطيني. لكن واضح أنه ضعف الإرادة العربية وأيضا عدم استخدام أوراق القوة التي تمتلكها الأمة العربية والإسلامية في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، هذا يؤخر هذا المستقبل الذي ترجوه المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي ذاهب باتجاه مشروع التهجير واقتلاع شعبنا الفلسطيني من غزة ومن الضفة. وهنا أنا بتقدير دور الشعوب العربية والإسلامية ودور الدول العربية والإسلامية وقادة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم مهم جدا في أن يكون هناك مستقبل وإعطاء لشعبنا الفلسطيني فرصة لأن يكون هناك مستقبل زاهر، وهذا المستقبل يكون بالإغاثة وبالإعمار وبالسماح لشعبنا الفلسطيني بممارسة أبسط حقوقه في الحياة والطعام والشراب والسفر وممارسة كل الحقوق الممكنة، وكذلك وقف حرب الإبادة على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.